كتير منكم طلب مني طريقة تسطيب ويندوز 10. عشان كده في فيديو النهاردة هنسطب ويندوز 10 من على فلاشة. المهم يلا نبدأ. أول حاجة هنبدأ بيها نركب الفلاشة. بعد ما تركب الفلاشة وتشغل الجهاز هو بيقرب يفتح وينور، تفضل تدوس على F12. F12 دي عشان تختار خيار الفلاشة ويفتح الفلاشة بدل ما يفتح الدي في دي أو الهارد. المهم اول ما تفتح معاك دور على الفلاشة بتاعتك ايا كان اسمها واضغط انتر واستنى. هتفتح معاك حاليا القائمة دي وهتجد فيها اول حاجة اللغة وبعد كده التايم ولغة الكيبورد، خليهم زي ما هما واضغط نيكست واضغط تثبيت الان واستنى. ضع علامة صح وموافق يعني واضغط نيكست. بعد كده في خيارين، اول واحد تحديث والتاني مخصص. هتختار التاني هيفتح ليك البارتيشنات. هتجد اول واحد غير مخصص والتاني اسمه بارتيشن واحد ومساحته 80 جيجا، والتالت بارتيشن اتنين ومساحته 217 جيجا ونص. وطبعا انت عارف السي كان مساحته كام، فانا السي عندي مثلا كان 80 جيجا، فتحدده وتعمله فورمات. احيانا هتواجه مشكلة ان نيكست مش منورة، وده بيرجع ان الهارد محتاج يتحول لجي بي تي، وانا عامل فيديو واضح امامكم في البطاقة. المهم هنضغط نيكست. حاليا هتستنى. بعد ما يخلص هيعمل اعادة تشغيل، شيل الفلاشة وحاليا استناه لحد ما يرجع يكمل السيت اب. هو هيطول شوية بس اول ما يبدأ هتكمل الخطوات. حاليا بيسألك عن الاقليم، طبعا الاقليم بتاعك مصر، تضغط يس. بيسألك لغة الكيبورد زي ما هي واضحة امامكم انجليزي وتضغط يس. حاليا هنضيف اللغة العربية. بعد ما ضفنا اللغة العربية نستنى شوية. حاليا بيطلب منك اتصال شبكة النت، طبعا هندوس تخطي. والوراها برضه هتدوس لا. بيطلب منك اسم الجهاز اللي هتستخدمه، اكتب الاسم اللي حابب تختاره واضغط نيكست. بيطلب منك تكتب الباسورد اللي عايز تقفل بيه الجهاز، تضغط نيكست. هيطلب منك تدخله تاني زيادة التأكيد لأنك ممكن تكون كتبته في أول مرة غلط. حاليا أسئلة الأمان، اختار 3 أسئلة جاوب عليهم وركز في كل حروف الإجابة واكتبهم في مكان خارجي عشان لو نسيت الباسورد تعرف تفتح الجهاز. ولما تخلص ال3 أسئلة اضغط نيكست. حاليا اختيار إعدادات الخصوصية الخاصة بالجهاز، طبعا هي مش فارقة كتير فاضغط أكسبت. حاليا هتستنى يفتح الجهاز وتبقى خلصت السيت اب. انا ملاحظ انه سهل وبسيط ومفيش داعي للخوف، واصلا عامه لو خفت مش هتجرب وتعمل حاجه. نفترض عملت حاجه غلط، ايه هيحصل؟ ولا حاجه طبعا. شفت الخطوه الصح وكمل وهتبقى كسبت خبره ومعلومه جديده. بكده السيت اب اكتمل. حاليا نزل التعريفات الجهاز من الاسطوانه اللي معاك، لو جهازك استيراد او لابتوب نزل التعريفات من موقع الشركه. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروا الفيديوهات القادمه.
سلام.